لك ايه، تعالى كده. انا مش هتكلم. وش القهوه، قوام القهوه، شوف بقى قهوه. تعالى كده، تعالى بس. رغم الوش والقوام ده كله، القهوه كريمي ازاي دايبه. سهله قوي. هقول لك على الخلطه اللي تعمل القهوه دي سهله خالص. عايز وش القهوه يبقى تقيل، خد لها 50 جرام من البن الفيتنامي. عايز قوام القهوه تقيل ويفضل معاك لاخر الفنجان، خد لها 50 جرام من البن الاندونيسي. انت بقى يا حبيبي تكون كريمي، خد لها 50 جرام من البن البرازيلي. عايزك تكون واخده طعم الشوكولاته كده، القهوه اللي انت بتحبوها، خد لها 50 جرام من الهند الارابيكا. بيدي طعم الشوكولاته وريحته ريحه الفروت، جامد جدا. بصراحه انا في خلطتي في العادي بتاعها لازم يكون داخلها مزازه، فانا بصراحه باخد المزازه دي من ايه؟ من الكولومبي. بابا المجال يا جماعه، اي حد بيحب القهوه لازم يدخل في خلطته الكولومبي. فانا باخد 50 جرام من البن الكولومبي اللي بيديني مزازه وتيست كده مش موجود في اي نوع تاني. التحويجه الاساسيه 10 جرام من الحبهان، شويه ورد بيخلوا ريحه القهوه حلوه، من جوز الطيب، وانزل بيهم كسرهم عشان ما يكسروش المطحنه. بالكلام الجميل بتاعك ده كله بقى انا استغنى عن اي حاجه في التحويجه دي الا حبيبي. ده حبيبي يا اسطى، ده بجد حبيبي. بيديني طاقه، بيديني باور، ما بيغيرش طعم القهوه. بص كل حاجه بيعملها معايا، بيعلي من نسبه الكافيين بتاع القهوه. ده حبيبي الجينسنج الكوري. فانا هحط حوالي 5 جرام كده، ممكن طبعا تقلل النسبه، ممكن تزودها، وده خيالك انت. قلب الكلام ده كله، هنروح نطحنه. معلقتين من البن، سهله قوي. معلقتين من السكر، طبعا عشان انت هتشربها تيجي مش انا. نحط الميه بتاعتنا، قلب الكلام ده كله واستنى نفرغها مع بعض. انزل لي كده، انا مش هعرف احط ايدي عشان انت اللي هتشربها، بس انزل لي على كريمه القهوه كده. وش القهوه القوام بتاعها ممكن انت ما تكونش واخد بالك، بس انت من وشها هتعرف هو الفنجان قهوه ده ازاي بالجمال والحلاوه دي. طبعا اول فيديو انا وريت لكم فنجان القهوه، في اخر الفيديو عملته قدامكم ازاي تعرف تعمل احلى فنجان قهوه. وانت ازاي اصلا لسه ما جربتش الخلطه دي؟